السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بارت 2 من محاضرة المرة اللي فاتت. احنا خدنا في محاضرة المرة اللي فاتت 7 نقط واحنا ركزنا عليهم. خدنا ايه هي الاناتومي بتاعة الهارت، وعرفنا ان هو بيتكون من جزئين. هنعمل مراجعة سريعة كده على المحاضرة اللي فاتت. بيتكون من جزئين، جزء علوي، جزء ابر وجزء لور. الابر بيتكون من غرفتين، واللور بيتكون من غرفتين. الابر بيتكون من ليفت اتريوم ورايت اتريوم، رايت اتريوم وليفت اتريوم. واللور بيتكون من جزئين، اللي هو left ventricle و right ventricle. وكمان عرفنا ان هو بيتكون من 4 valve. الفور فالف زي الترايكاسبيد فالف والبلموناري فالف والميترال فالف والاورتيك فالف. وعرفنا ان القلب ليه صوتين: سيستوليك كونتراكشن، دايستوليك ريلاكسيشن. احفظها كده: سيستوليك دايستوليك، سيستوليك دايستوليك. الأولاني انقباض والتاني انبساط. وعرفنا المدير بتاعنا هو اللي بيضمن لنا وبينتج لنا وبينقل لنا. يعني ايه؟ يعني هو القلب الفانكشن بتاعته هو المدير، مانجنج بتاع البلاد سبلاي، بتاع امداد الدم. وبيضمن لي ان يبقى في حماية securing one way blood flow عشان الدم ما يرجعش تاني. تمام. وبينتج لي اللي هو producing blood pressure، بيعمل لي ضغط دم. وكمان بينقل لي البلد transmitting blood. بعد كده خدنا حاجة اسمها الكارديوفاسكولار ديزيز، وعرفنا ان هي مجموعة من الامراض اما بتأثر على القلب، بتأثر على القلب والأوعية الدموية. الأمراض دي بتأفكت يا one or many parts، على جزء واحد أو أكتر من جزء من الهارت أو من البلاد فيزلز، كما تفعل في الهارت كما تفعل في البلاد فيزلز. وعرفنا الكوزز بتاعة الكارديوفاسكولار ديزيز، وهي 3 نقط مهمين: مشاكل صحية، مشاكل روماتيزمية، مشاكل جينية. مشاكل صحية بتشمل في عدوى انفكشن، او بتشمل في بلاد فيزلز. البلاد فيزلز يا اما كوزنج في الكوروناري ارتري ديزيز، مشكلة او مرض في الكوروناري ارتري، او مشكلة في البريفرال ارتري ديزيز. الكوروناري ارتري ديزيز دي اللي هي القريبة من القلب، والبريفرال البعيد عن القلب شوية. تمام. يا اما قريب يا اما بعيد، يا قلبي يا قلبي لا توجع قلبي. خدنا مشاكل روماتيزمية، وعرفنا الروماتيك ديزيز هي كوزز فالف ديزيز، بتبقى بسبب ان في امراض في الفالف بتاعنا. يبقى احنا قلنا كارديوفاسكولار ديزيز معناها 3 حاجات: يا هارت يا فالف يا بلاد فازلز. واحنا عرفنا الهارت بيجيله ايه؟ يا اما بيجيله انفكشن، وعرفنا ان الفالف بيجيله حاجة اسمها ديزيز في الكوروناري ارتري اللي قريب او البريفرال ارتري اللي بعيد. تمام. دي يعني قصدي اللي هي البلاد فيزلز. بعد كده خدنا المشاكل الروماتيزمية وعرفناها. بعد كده خدنا المشاكل الجينية، وعرفنا ان هي حاجة اتغيرت، او السن يا معلم. السن اجنج، او حاجة اتغيرت. يا اما انا خدت ميديكيشن، يا اما انا تعرضت للاشعاع. في تلك الحالتين هيحصل حاجة اسمها الريزميا. تمام. كده عرفنا ايه هي الكوزنج. بعد كده دخلنا على الريسك فاكتور. ايه هي الريسك فاكتور؟ قلنا يا جماعة هنركز على المعدة اكتر حاجة. بس عرفنا من طريق الاكل ان الراجل ده ابتدى باكل كتير. خد الاكل اللي كان فيه صوديوم زيادة وشوكر زيادة وفات زيادة، فالراجل ده تخن وبقى عنده سمنة اوبيزيتي. الله اكبر الله اكبر. بقى عنده سمنة اوبيزيتي، سمنة مفرطة، فجاله تسمم توكسيميا. ولو ست حامل جالها تسمم برضو توكسيميا. تمام. بعد ما عرفنا ان هو يا راجل يا ست وجاله تسمم من كتر اكل الشارع، قام الراجل ده شارب كحول، يبقى اوفر يوز كحول. وبعد كده شرب سجاير، انكريز يوزنج سموكينج، او توبك يوز، استخدام التبغ. بعد كده حصل تدمر في الكلى، فالمناعة قلت، يبقى كرونيك كدني ديزيز، والاميونيتي حصل لها ديكريز.
فجاله المرض السكري النوع التاني، ولو ست جالها دايابيتس. تمام. قلت الأنشطة فحصل ديكريز في الأكتيفيتي، وبسبب التخن الكوليسترول زاد والضغط زاد، ربنا يرحمه. بعد كده يا جماعة خدنا حاجة اسمها الدايجنوز اند تيست، التشخيص والفحوصات، وعرفنا ان احنا عندنا 4 محطات احادية و5 محطات ثنائية ومحطتين في الاخر لزاز. وعرفنا لما نيجي نعمل تحاليل دم البلاد ورك بنقيس فيها ايه، يا اما كوليسترول يا بلاد شوجر يا اما بروتين يا بلاد كلوتنج ايشو، مشاكل تخثر الدم. ويا معلم جالك بعد كده حاجة اسمها الكاردياك بايوميكرز اللي هو المؤشرات الحيوية القلبية، وعرفنا التروبونين والبروتين دي مفاتيح مهمة ليه يا جماعة؟ عشان نعرف بقى الفانكشن بتاعة الهيكل العظمي وعضلات القلب. خدنا بعد كده جهاز اسمه انكل براكيال اندكس ال ABI، وده يا جماعة جهاز جبار بنعمل بيه ايه، بنقيس بضغط الدم اللي موجود في الانكل وفي الارمز. بنقيس بضغط الدم اللي موجود فين، في الانكل وفي الارمز. انت بتقيس ضغط الدم في منين اصلا؟ من الجهتين دول. فعرفنا ان في مرض بيعرفنا ان في مرض في الشرايين المحيطة اللي هو البريفرال ارتري ديزيز. قشطة. اوكي، يبقى الانكل بنقيسه من الانكل، يبقى الانكل بنقيسه منين؟ من الانكل. الجهاز اللي بعد كده وعرفنا الالكتروكارديوجرام، اسمه كده لان هو بيقيس النشاط الكهربائي القلبي، بيقيس النشاط الكهربائي للقلب اللي هو الهارت الكتريك كافيتي. تمام. ودي كان من ضمن اسئلة المحطة، وخلصنا اول 4 محطات معانا. دخلنا في ال5 محطات اللي بسؤالين، 5 محطات بسؤالين. اول حاجة معانا الجهاز اللي اسمه امبول. الامبول بيتلبس، او الامبول احنا قلنا ان هو use wearable device to track، اول اللي هو اجهزة قابلة للارتداء. في بنقيس بيه الرزم بتاع القلب والقوة بتاعة القلب. تمام. الريتس قصدي اللي هي المعدل بتاع القلب. خدنا بعد كده الايكو عرفنا ان هو بيقيس ضربات القلب، بيعمل لي صورة للقلب عن طريق ان هو بيعمل لي نبضات للقلب، وبيقيس لي تدفق الدم. وهو بيستخدم الايكو بيستخدم موجات صوتية ساوند ويفز. يبقى الايكو بيقيس لي نبضات القلب وتدفق الدم. وخدنا الالترا ساوند، الالترا ساوند تشيك بلاد ليجز تشيك بلاد نيك، تشيك بلاد ليجز وتشيك بلاد نيك. تمام. وعرفنا ان هو برضو بيقلد اللي قبله، بيقلد عمو ايكو، وبيستخدم الموجات الصوتية. وخدنا بعد كده الكاردياك اللي هو الCT، بيستخدم الاكس راي والكمبيوتر بروسنج اللي هو معالج الكمبيوتر، يديني صورة 3D للهارت والبلاد فيزلز. بعد كده خدنا MRI، بيستخدم ماجنتيك. الكاردياك ماجنتيك بيستخدم ماجنتيك، سبحان الله. وبيستخدم راديو ويفز، موجات الراديو، عشان يديني صورة عالية من القلب، صورة عالية التفاصيل للقلب، ويديني صورة للبلاد فيزلز اللي موجودة في الليج وفي الهيك وفي الهيد وفي النك. بيديني صورة للبلاد فيزلز اللي موجودة في الليج وفي الهيد وفي النك. خدنا بعد كده اخر محطتين معانا بسؤالين، ايه هو الاستريس تيست. الاستريس تيست بيقيس اداء القلب اثناء الاكسرسايز، اثناء الاكتيفيتي بتاعته، وبيقيس لي كمان نبضات القلب او اداء القلب اثناء الميديكيشن. المحطة الأخيرة معانا في محاضرة اللي فاتت خدنا الكاردياك كاسيتر يوز. ايه هي الكاردياك كاسيترايزيشن يوز؟ دي أنبوبة مجوفة رفيعة بنستخدمها في قياس الضغط وفي قياس تدفق الدم للقلب. قشطة. ماشي. تمام. دخلنا في محاضرة النهاردة وبنتكلم عن بارت 2 وهناخد